أرجوكم أيها المصريون، أيها الشعب المصري العظيم الكريم الذي تكرمت وأظهرت كم أنت عظيم وكم هؤلاء لا يساوون ذرة من عظمتك، من براءتك. أنا الشعب المصري ده مش متعلم كويس على فكرة، وكتير كمان مش متربي كويس، عشان بس المثال تبقى واضحة برضه. لكن نزعة حضارية عظيمة جواه، وطنية وحب للبلد، لو استثمر صح ولو اتعلم الشعب ده كويس يعني هيرجعنا فراعنة. الشعب ده بقى أنا بقول لك كلهم أثبتوا إنهم مش فاهمينك ولا عارفين حركة تاريخ مصر دي خالص، وكلهم مش على قد المستوى. أنا بعتذر لك عن هؤلاء الذين لم يستطيعوا فهم إقبالك على الانتخابات. في انتخابات هم الناس كمان يعني لفينا دورنا، مش هنهرب من حقيقة. الناس حاسة انها محسومة، دي حقيقة ستطاردنا جميعا. اللي عايز اوصل له في القلب في الموضوع ده ان الشعب ده لا تبتز، ما تخليش حد يبتزك، لا الغرب يبتزك بالمطاعن اللي ممكن يقولها، ولا شوية العيال دول يبتزوك بالكلام على انك انت اصل الثوره وضاعت الثوره وخنت الثوره، الكلام الفارغ ده شغل العيال ده، ولا حمله حمدين ولا حمدين بحكايه هنسحب او مش هنسحب، ولا يفرق مع الشعب المصري حاجه، ولا يجب. لا يبتزك اخواني، ولا يبتزك سيسي ولا انصاره، ولا يبتزك حمدين ولا رجالته، ولا يبتزك اعلام بعضه مبتذل، ولا يبتزك اخوان وارهابيين، ولا يبتزك غرب. اعمل اللي انت عايزه، اللي شايفه صح لبلدك اعمله. اسمع، انصت، تأمل، فكر، قرر، وصرف زي ما انت عايز. على فكرة دول البهوات دول كلهم ريش على ما فيش، ومن 25 يناير محدش غرقنا غيرهم، ومحدش غرقنا غير البضاعة للتصدير اللي احنا عايزين نعملها دي. الغرب هيقول علينا ايه؟ الخارج هيقول ايه؟ الاتحاد الاوروبي هيقول لنا ايه؟ اشتون هيقول ايه؟ احنا عايزين نظهر عشان نثبت ان شاء الله مع اهلنا نثبت لنفسنا احنا الاول، نطور بلدنا ونقدمها لقدام كده، وكمان نتواضع بقى. يعني وبقول ده للرئيس القادم سواء كان السيسي او الاستاذ حمدين، تواضعوا. الموضوع محتاج شويه تواضع، لان يبدو ان نفسا من غرور قد داخل بعض صدوركم.